زلزال في المعمورة. أول ظهور تكتيكي لأسود الأطلس مع وهبي. تشكيلة الصدمة ضد الإكوادور وخطة 4-4. 2. المفاجئة صافرة البداية. دقت في المعمورة، ولكن هذه المرة ليست مجرد حصة تدريبية روتينية. هل بدأ عهد القبضة الحديدية التكتيكية؟ هل يخطط محمد وهبي لإحداث زلزال حقيقي في تشكيلة أسود الأطلس؟ مصادرنا من داخل معسكر المعمورة سربت لنا تفاصيل الخطة السرية لمواجهة الإكوادور. استعدوا، لأن ما ستسمعونه اليوم سيغير كل توقعاتكم حول مستقبل المنتخب الوطني. أهلا بكم في تغطية خاصة وحصرية من قلب مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. بعد رحيل الطاقم التقني السابق، العيون كلها موجهة الآن نحو الربان الجديد محمد وهبي. هل هو الرجل المناسب لهذه المرحلة الانتقالية؟ وكيف سيتعامل مع إرث وليد الركراكي؟ في هذا الفيديو سنغوص في كواليس الحصة التدريبية الأولى، وسنكشف لكم ملامح تشكيلة الصدمة التي جربها وهبي، ولماذا يراهن على تغيير جذري في طريقة اللعب. ولكن قبل ما ندوز للتفاصيل ونكشف الأوراق، هذا الفيديو خاص يوصل لكل مغربي كيبغي الراية الوطنية. دعمكم هو اللي يخلينا نجيب ليكم الحقيقة من قلب الحدث. إذا كنتوا كتقلبوا على عودة الهيبة للمنتخب، اضغطوا دابة على زر اللايك باش هذه الرسالة توصل للعالم، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش تكونوا أول من يصله الخبر فور وقوعه. مركز المعمورة شهد اليوم تركيزا تكتيكيا غير مسبوق. وهبي المعروف بصرامته واهتمامه بأدق التفاصيل ركز في أول حصة على نظام الضغط العالي والتحول السريع. مصادرنا تؤكد أن المدرب أعطى تعليمات صارمة بالانضباط التكتيكي ومنع أي تهاون في التمركز. الهدف واضح: إعادة التوازن لخط الوسط الذي عانى في المباريات الأخيرة. وهبي لا يبحث فقط عن الفوز، بل يبحث عن فرض الشخصية المغربية فوق أرضية الميدان منذ الدقيقة الأولى. بالمغربية الواضحة، وهبي كالس في المعمورة وقرر يقول ليهم اللعب سالة. هذا المدرب جرب اليوم خطة 4-4-2 الكلاسيكية، ولكن بلمسة عصرية ديل الزلزال. الخطة كتعمد على زوج مهاجمين في الأمام باش يضغطوا على دفاع الإكوادور، مع خط وسط دفاعي بومبا قادر يقطع الكرات ويحول الهجمة في ثواني. المفاجأة الكبيرة كانت في الأسماء اللي جرب في الدفاع. وهبي كي يبحث على الروح القتالية وعلى اللعابة اللي مستعدين يقاتلوا على التوني بنسبة 100%. السؤال المطروح الآن: هل سينجح محمد وهبي في فرض أسلوبه التكتيكي في وقت قصير قبل مواجهة الإكوادور؟ وهل سنشهد فعلا عودة الهيبة التي غابت؟ الكرة الآن في ملعب المعمورة، والجمهور المغربي ينتظر الرد فوق الميدان. لقد رسم وهبي خطا أحمر، والمرحلة القادمة لن تقبل أنصاف الحلول. نحن أمام منعطف تاريخي لأسود الأطلس. دابا نتوما، شاركونا رأيكم القوي في التعليقات. برأيكم، هل محمد وهبي هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة؟ ومن هو اللاعب اللي كيبان ليكم خاص ويكون أساسي ضروري ضد الإكوادور؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي مع آخر مستجدات الأسود. ديما مغرب.